مساء العسل على عيونكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايزه اقول لكم بقى ازاي يعدي الشتاء كده وما نعملش كيكه برتقال. انتوا تعرفوا عني كده؟ لا طبعا. ايه رايكم بقى في كيكه البرتقال التحفه دي؟ بصوا البرتقال باين فيها كده، قشر البرتقال باين ازاي، بيديها طعم روعه. مش عايزه اقول لكم بقى الريحه ولا الطعم، بجد جباره. جربوها بجد حلوه. طبعا البرتقال كتير اليومين دول في السوق. يلا بقى انزلي هاتيلي كده، هي كوبايه برتقال اللي هنحتاجها، يعني حوالي 3 برتقانات كده هيعملوا لنا ايه، عصير كوبايه برتقال حلو، هنعمل بيها احلى كيكه. ايه رايكم؟ هشه جدا جدا جدا، وبصوا مكوناتها سهله وبسيطه. يلا بينا على الطريقه، وما تنسونيش باللايك. اول حاجه انا عندي هنا مكونات الكيكه، هحضر ايه؟ المكونات الجافه الاول. انا عندي هنا في الطبق ده كوبايتين ونص دقيق. تمام كده. تمام، هحط عليهم باكو بيكنج باودر. يبقى كوبايتين ونص دقيق، اهم حاجه تنخليهم كويس. انا نخلتهم وحطيت عليهم باكو من البيكنج باودر وذره ملح. تمام. عايزه اقول لك ممكن تحطي معلقتين نشا، انا ساعات كنت بحط، بس والله والله من غير النشا طلعت هشه جدا جدا وطريه، وطعمها كان تحفه. وبصي مش عايزه اقول لك هشاشة الدنيا كده كانت في الكيكه دي من غير نشا خالص. حطيت كوبايتين ونص دقيق، باكو بيكنج باودر، ذرة ملح، وقلبت المكونات الجافة. نيجي بقى هنا ايه؟ في الخلاط بتاعنا احنا هنستعمل الخلاط. هحط فيه 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة طبعا، يعني كنت مطلعهم بره التلاجة قبلها كده بربع ساعة. حطيت في الخلاط 3 بيضات، هحط عليهم 2 باكو من الفانيليا. تمام. سهلة خالص خالص. اتمنى تجربيها، والله هتعجبك جدا. طعمها تحفة تحفة تحفة. ولا تقولي بقى كيكة اللبن ولا كيكة اللبن السخن، والله جربيها بتبقى خفيفة وطعمها وريحتها تحفة. حطيت 3 بيضات في الخلاط، وحطيت عليهم باكوين فانيليا، وهحط عليهم معلقة كبيرة من الخل. الخل طبعا بيدي هشاشة حلوة وبيضيع ايه ريحة زفارة. معلقة كده حلوة كبيرة. تمام. وهحط كوباية سكر. انا في الكيكات يا جماعة بحط كوباية سكر. هي في ناس بيحطوا دايما يقولك كوباية وربع. انا بالنسبة لي كوباية بتبقى مظبوطة جدا، ولا مسكرة ولا دلع، لا بتبقى مظبوطة جدا. كوباية سكر واحدة مليانة كده تبقى مظبوطة بالنسبة لي، حلو جدا. حطيت السكر، هفكه تاني عشان نسيت احط الزيت. فهحط كوباية الا ربع من الزيت. اهم حاجة يبقى زيت نوع نظيف عشان وريحته حلوة، عشان ما يعملكيش ريحة مش حلوة في الكيكة. تمام. لو عندك زيت تومين، طبعا زيت التومين دلوقتي ما عادش زي زمان ليه ريحه وكده، لا زيت التومين دلوقتي بقى ريحته حلوه وفاتح. فانت حطي كوبايه الا ربع. حابه تحطي زبده او سمنه براحتك، بس انا بحب اعملها بالزيت، بحسها طعمها بيبقى احلى. حطيت كوبايه الا ربع من الزيت. شفتي مقاديرنا سهله خالص ازاي. حطينا في الخلاط تاني 3 بيضات، فانيليا، معلقه خل، كوباية سكر، كوباية الا ربع زيت. هرجع بقى ايه للخلاط وهضربهم ضرب حلو جدا. هضربهم كده قيمة 10 دقايق كده. بصي عايزة يعني هخلي الخليط معايا يبقى فاتح جدا. هضربه حلو قوي قوي اهو. زي ما انت شايفة كده انا بعمل معاكي خطوة خطوة، ما وقفتش الفيديو خالص يعني. بجد كيكة سهلة جدا وسريعة وطعمها حلو، كفاية الريحة اللي بتقلب الشقة كده والمطبخ عندك من ريحة الكيكة البرتقال دي. اطعم 100 مرة من كيكة اللبن بجد. اهو. بصي افتحي كده وعمل فقاعات. هعمل ايه بقى هنا دلوقتي؟ عندي بشر برتقانتين كده، بحب البشر البرتقان يبقى كتير كده، بيدي طعم وريحة حلوة قوي. فبشرت كده قشر برتقان برتقانتين كده، وحطيتهم بقى على المكونات دي. وعندي هنا كوباية عصير برتقان مليانة، كوباية عصير برتقان مليانة. تمام. عصرتها باللي هو العصارة اليدوي دي. تمام. المقادير مظبوطة، الكيكة طالعة مظبوطة على الشعرة بأمانة، المقادير كانت مظبوطة جدا. امشي خطوة خطوة والله هتاخدي أحلى نتيجة وأحلى كيكة. يبقى هقول لكم المكونات اللي سايلة تاني: 3 بيضات، فانيليا، معلقة خل كبيرة. حطيت كوباية سكر، كوباية الا ربع زيت، ضربت حلو قوي. رجعت تاني حطيت بشر برتقانتين، وحطيت كوباية عصير برتقان فريش مليانة. ضربتهم تاني ضرب حلو. وهنا نزلت بقى بالخليط السايل على الدقيق والبيكنج باودر والملح. حابة تحطي على الدقيق
في المكونات الجافة معلقتين نشا براحتك. بس انا بالنسبة لي هي كانت هشة جدا، هي النشا بيديها هشاشة اكتر، بس بالنسبة لي والله من غير نشا كانت هشة جدا جدا جدا، كانت تحفة. وكانت حتى يعني بحسها كده بتتفرول من كتر هشاشتها. بالمضرب اليدوي هضرب كده زي ما انتوا شايفين. انا بحب ايه اديها حقها، يعني بديها حقها كده في ايه، في ان انا بفضل يعني اخلط كده حلو قوي، والاقيها كده طلعت فقاعات على الوش كده لحد ما الدقيق يختفي كده وتطلع فقاعات كده. بحس ان الفقاعات دي نتيجة اللي هي هتديني كيكة ناجحة. انا بالنسبة لي اول ما الفقاعات تظهر كده وانا بضرب حلو تديني كده ايه، كيكة ناجحة اهو. اديها حقها يعني براحتك كده 5 دقايق افضلي ايه بالمضرب كده واعملي فيها اهو. طبعا انا كنت مجهزة فتحت الفرن بتاعي. طبعا كل فرن يختلف عن التاني. هي بتبقى على درجة حرارة 180، وما تفتحيش عليها الفرن لمدة نص ساعة. طبعا برضو مش هقولك انا سبتها قد ايه، لان طبعا كل فرن حسب يختلف عن الفرن التاني. بس اهم حاجة ما تفتحيش عليها الفرن بعد نص ساعة افتحي. هنا كنت مجهزة الصينية بتاعتي مبطناها كده بدقيق وزيت، بدقيق بزيت، وبعد كده حطيت الدقيق عفرتها كده بالدقيق، ونزلت بقى بالخليط السائل بتاعي كله اهو، ما سبتش حاجة. صينية دي متوسطة، يعني الطقم ده 3 صواني، دي الوسط. تمام. اهو ضربتها كده قيمة 10 15 15 ضربة اهي زي ما انتوا شايفين كده عشان اطلع منها اي هوا، وهدخلها الفرن. وها هنا قد تمت العملية بنجاح. بعد ما سبتها بقى بردت عشان ما تتفتفتش مني، مع اني برضو ايه كانت كده مفتفتة سيكة، عشان اقول لكم بس ان هي كانت هشة خالص. سبتها بقى بردت، هنقطعها بقى هنا مع بعض. مش عايزه اقول لك والله الريحه كانت قلبة الدنيا، قلبة الدنيا بجد. ريحه كيكه البرتقال بتختلف يا جماعه، والنعمه تاني بتختلف عن اي كيكه تانية. مهما تعملي في كيكه حليب ساخن، كيكه حليب عاديه، بصي اي كيكه، هي كيكه البرتقال ليها برضو ليها قيمتها بجد. ريحة وطعم وخفيفة كده بتبقى حلوة. وعيشي بقى جنب كوباية شاي بلبن، جنب كوباية شاي، بصي هشة كده وتحفة. وريحتها كمان كانت فظيعة. يا رب طريقتي تكون سهلة وبسيطة عليكم وتكون عجبتكم. هقرب الكاميرا هوريكم بقى الشكل التحفة ده، ايه رأيكم؟ بصي كمان قشر البرتقال باين كده فيها، بجد بيديها طعم حلو قوي قوي قوي. بتفكرني كده بأيام زمان او احنا صغيرين كده لما كنا بنتخانق عليها. اتمنى ان انتوا تجربوا الطريقه وتكون عجبتكم وتكون وصفه سهله وسريعه عليكم. يلا بقى دفي بيتك بكيكه البرتقال التحفه دي، واعملي لي لايك وتعليق حلو تحت، وبألف هنا وشفا يا رب على كل اللي كل. وما تنسوش عايزه لايكات كده حلوه زيكم، وتعليقات برضو حلوه زيكم. بألف هنا وشفا، جربوها هتعجبكم جدا والله. هقول لكم بقى دلوقتي مع ألف سلامه.